بون المقابله توقعت تاعي انايا مقابله حتكون مفتوحه للطرفين، ومقابله تكون صعبه للطرفين. وانا على كل حال ناصر الفريق المصري يعني بكل صراحه. بعد اللي حصل ده انا لازم اقول قدام العالم كله ان احنا مش قد المغرب. وحنا كيما يقولوا كيخلوها في كرة القدم، انا نسيبورتي لمصر وهي ميورغان اللي ربح الله يسهل عليه كيما يقول. انا ناصر الفريق المصري. بعد اللي حصل ده انا لازم اقول قدام العالم كله ان احنا مش قد المغرب. انا النصر من الفريق المصري، والمقابله على بالي تكون صعبه للطرفين، ممكن تقدر تروح الوقت الاضافي، ممكن تروح لضربات الجزاء، وحنا رانا مع الفريق المصري على كل حال. والفريق المغربي ما ناش ضده، ولا انا كشخص نسيبورتي الفريق المصري. بعد اللي حصل ده انا لازم اقول قدام العالم كله ان احنا مش قد المغرب. شوف هما فريقين قويين الاثنين، يعني كلهم يلعبوا كرة القدم ويعني في مستوى عالي، كي المغرب كي مصر. انا كجزائري انا متمني الفريق المصري هو يفوز. بعد اللي حصل ده انا لازم اقول قدام العالم كله ان احنا مش قد المغرب. مروك ولا مصر، هذا هو الماتشباب، هذا هو الماتشباب. على حسابك انت سي نورمال، مصر راح نسيبورتي تونس مروك، غير نساها. بعد اللي حصل ده انا لازم اقول قدام العالم كله ان احنا مش قد المغرب. شوف باش نجيك من الاخر، انا ملي كان في عمري 7 سنين ونشوف اللي في مصر، فهمتني؟ انا ملي كان في عمري 7 سنين نشوف اللي في مصر، انا نعشق مصر، اللي يحب كل واحد واش رايه. انا نتمنى المنتخب المصري يفوز ان شاء الله بنتيجه ثقيله ان شاء الله. بعد اللي حصل ده انا لازم اقول قدام العالم كله ان احنا مش قد المغرب. المنتخب المصري هو اللي حيفوز ان شاء الله، ورانا معاه ونشجعوه ان شاء الله هو اللي حيطلع. بعد اللي حصل ده انا لازم اقول قدام العالم كله ان احنا مش قد المغرب. مقابلة مليحة صعيبة شوية، نتمنى يفوز المنتخب المصري. أنا معاها قلبور. بعد اللي حصل ده أنا لازم أقول قدام العالم كله إن إحنا مش قد المغرب. نحن نشجع المنتخب المصري لأنه هو شجعنا وكما نقولوا ما استشفاوش فينا، وإن شاء الله تكون مباراة فيها روح رياضية وتفوز مصر بربي إن شاء الله. بعد اللي حصل ده أنا لازم أقول قدام العالم كله إن إحنا مش قد المغرب.